السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا كام خبر مهمين جدا طبعا. أولهم طبعا انتظار كل الجماهير سواء أهلي أو زمالك أو حتى بيراميدز كإدارة ولاعبين قرار لجنة التظلمات اللي هو المفروض هيصدر بكرة في لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، واللي هو اتحسب 3 نقاط وثلاث أهداف لصالح الزمالك، لأن الكل عشمان إن الأهلي تطبق عليه قاعدة إن هو يتخصم منه 3 نقاط آخر السيزون، وكده الموضوع يعني يبقى صعب جدا ان الاهلي ياخد الدوري او يشارك فيه. فكل الامنيات للنادي الاهلي ان شاء الله، واللي هو بنسبة 99% ان الاهلي قرار هيصدق على القرار اللي اتاخد. المفروض ان هي ضد الطعن، ولا يجوز ان هي يتغير في قراراتها، انما ده اجراء روتيني واجراء عادي واجراء قانوني طبيعي جدا. كل الامنيات ان شاء الله للنادي الاهلي وان الموضوع دوت يخلص عشان ننتبه ونكمل مشوار، وربنا يجازي اللي كان السبب بصراحة في اتخاذ قرار الانسحاب من مباراة الزمالك، لان زي ما قلت وافضل اقول ان الاهلي يكسب الزمالك مع اي حكم، سواء مصري سواء هندي سواء سعودي سواء اوروبي، اي حكم، لان فرق بين السماء والارض بين امكانيات وقوة وعظمة وسكواد النادي الاهلي وبين ضعف ووهن فريق الزمالك، مع احترامي للزمالك كقيمة نادي، انما هو كسكواد وفرقة، هي فرقة تعبانة جدا وفرقة على قدها جدا. النقطة التانية طبعا اللقاءات المصيرية هتبتدي من بكرة إن شاء الله. الأهلي والمصري بكرة هيبقى في برج العرب، والمباراة دي هتبقى غير أي مباراة، لأنها المباراة دي هتدي الأهلي أفضلية إن لأول مرة إن هو هيتصدر الدوري رسمي، لأن بيراميدز 47 نقطة، الأهلي 46 نقطة، الزمالك طبعا بعيد خالص خالص 40 نقطة. فالأهلي لو كسب بكرة هيبقى 49 نقطة في انتظار يوم كامل حتى إنه يلعب البنك الأهلي، وطبعا هتكون مباراة صعبة جدا. والزمالك هيلاعب سيراميكا كليوباترا، وبرضه دوت هيبقى ماتش صعب جدا على الزمالك. فهنشوف بكرة هتبقى الأحداث عاملة ازاي، انما كلنا متوقعين ومتفائلين واثقين في رجالة النادي الأهلي ان هم هيكسبوا المصري بكرة، وإن شاء الله بسكور، وإن دي تكون فتحة خير تصدر الدوري وبأداء مقنع وممتع ومرعب لجميع الخصوم، وكل واحد يعرف هو بيلعب مين وبيتكلم على مين. الأهلي قيمة وقامة، شاء من شاء وأبى من أبى، ويتصدر الدوري بكرة بإذن الله النادي الأهلي. طبعا بالنسبه برضو للاحداث الدراميه في السيمي فاينال لدوري ابطال اوروبا، زي ما شفنا امبارح برشلونه اتغلب امبارح وخرج من دوري الابطال على ايد انتر ميلان في الوقت الاضافي 4-3. وبصراحه برشلونه امتع وابدع، انما ما كان غايب عنه التوفيق، غايب عنه الحظ، وللاسف خرج. كده انتر ميلان هيلاعب الفايز من باريس سان جيرمان وارسنال اللي بيلعبوا دلوقتي، واللي المفروض ان هي بنسبه كبيره باريس سان جيرمان هو اللي هيوصل ويقابل الانتر ميلان في النهائي، لان كان كسبانين هناك 1-0 ونتيجه دلوقتي 1-0. فصعب جدا ان ارسنال يجيب 3 اهداف في باريس سان جيرمان في الوقت الحالي. النهائي لعلمكم هيكون في ميونخ يوم 31 مايو، هيبقى الماتش النهائي في مدينة ميونخ بألمانيا. كل الأمنيات للنادي الأهلي، وبإذن الله ربنا ينصر الأهلي، ودائما وأبدا على الحلوة والمرة معاك يا أهلي. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.